اسمع كده معايا. حبيتها، انا ماليش سلطة على قلبي يعني. سيدنا عمر قال: لا تسأل محبا لماذا احببت، ان الله يكذب الحب في قلوبنا. فانا ماليش سلطة على قلبي، ربنا هو اللي زرع في قلبي محبتها. انا ما بقتش شايف كده اصلا والله. اول ما حسيت انها تبعد عنك حسيت بايه؟ وجع في قلبي اقسم بالله ما توصفش. وجع القلب اصلا اللي جوايا ده ربنا وحده بس اللي حاسس بيه. هقول لك على حاجة، انا ابويا اول مرة يحضني اول ما شافني شكلي عامل كده، لما شافني اللي انا بترعش كده ودموعي نازله عليا كده، خدني بالحضن وقال لي ايه ده. وانا عارف ان ربنا ما يعملش حاجه وحشه. وده للأسف حال أي شخص بيبقى متعلق ببنت أو بنت متعلقة بولد بيعيش نفس المشاعر دي، بيعيش مشاعر الألم والجحيم والعذاب. وده دايما اللي بنيجي ننصح بيه، بلاش تتعلق بحد، عشان لو حصل انفصال ما تنهارش الانهيار الشديد قوي اللي احنا شفناه ده. وهنا لازم أقولك على حاجة مهمة قوي. الحب اللي سيدنا عمر قال عليه هو حب المخلوقات كلها لبعضها، حب الأم لأولادها، حب الأب لأولاده، حب الخلائق اللي ربنا خلقها لبعض، مش تعلق قلبك ببنت. فرق شاسع ما بين الاتنين. الحب اللي ربنا زرعه فينا دوت هو ده اللي بيقيم الحياة، هو ده اللي بيخلي حياتنا تكمل وتزدهر وتبقى حياة مريحة. أما اللي انت فيه ده تعلق. ونقطة ربنا اللي زرع حبه في قلبي، لا تقول على الله ما لا تعلم. مش ربنا اللي زرع حبه في قلبك، انت اللي عملت كده، انت اللي قربت ناحية الطريق ده، وانت اللي بعت الرسالة، وانت اللي اتكلمت في التليفون، وانت اللي خرجت ومشيت معاها. انت اللي عملت كل ده، ما تقولش ربنا هو اللي عمل كده. هو اللي ربنا اللي زرع حبها في قلبي. الكلمة دي كبيرة قوي انك تقولها على ربنا. وقلبك بإيدك، مش بإيد حد تاني، قلبك بإيدك والله. قلبك بإيدك، انت اللي تتحكم فيه، انت اللي تقول للحاجة الغلط لا، وانت اللي تقول للصح وتمشي في الطريق الصح. ما تنفيش عن نفسك انك اصل انا ده حصل لي غصب عني، اصل الالم اللي انا فيه ده غصب عني، اصل الوجع اللي انا فيه ده غصب عني. ما فيش حاجة اسمها غصب عنك، انت مشيت في الطريق ده وانت اللي هتتحمل عواقبه، وانت اللي هتتجاوز الطريق ده. محدش غيرك والله. لو ما ساعدتش نفسك محدش هيساعدك. لو ما قمتش كده وتحملت مشاعرك اللي هي الصعبة دي وعشت مشاعرك من قلبك، مش هتتخطى الموضوع ده. وياما ناس حبت ناس وما كملوش مع بعض، حبوا ناس واتجوزوا ناس تانية خالص، ودي سنة الحياة. تعيط وخد وقتك واقفل على نفسك، بس لازم تخرج. لازم تخرج من اللي انت فيه ده وتعرف ان ربنا بيساعد الشخص اللي عايز يساعد نفسه. لكن طول ما انت عمال تشتكي لخلق الله وتقعد تدور في القديم وتنخور في القديم وتشوف الصور والتشاتنج اللي كانت ما بينكم وكل حاجة كانت ما بينكم، ده هيعطلك وهيوقفك انك تتطور. فقوم يا بطل، واعرف ان كل وقعة وليها قومة. وقلبك لو اتكسر وحصل فيه اي نوع من انواع التعب النفسي، ربنا هيجبر التعب ده. وقرب لربك واشكيله وقول له اللي جواك، وقول له يا رب انا حاسس بألم، انا ظلمت نفسي يا رب ان انا دخلت العلاقة دي، انا تعبت نفسي يا رب ان انا دخلت العلاقة دي. وارجع تاني وقف على رجلك، واعرف ان الحاجة اللي ربنا كاتبها لك مش هتبقى موجعة بالشكل ده، ومش هتبقى متعبة بالشكل اللي انت عايشه دلوقتي ده. وده حال الناس اللي بتتعلق ببعض، عذاب وجحيم. فحب الشخص ولكن لا تتعلق بيه.